سياسة الهيئة المديرة للنادي الافريقي والتواصل مع لجان الاحباء سواء في تونس او خارج تونس، وكان عندنا برنامج واضح لزيارات متعددة لخلايا الاحباء نتاعنا اللي متواجدين خارج ارض الوطن ولمشجعين النادي الافريقي ومحبين النادي الافريقي باش نتواصلوا معهم ونكونوا قراب لهم. وبدات هذه المبادرة الأولانية بدات بالخلية تبارك الله، خلية ما شاء الله خلية كبيرة برشا في قطر. كانت لنا زيارة ومشروع نتاع شراكة مع نادي الغرافة، ونحب نشكر الهيئة المديرة وعلى رئيسها السيد جاسم اللي نحب نوجه له تحية زادة. كان استقبال حار، وكان إن شاء الله فما مشروع شراكة ديكور باش يكون بنصوص أندية، باش يكون ثم تبادل خبرات بين الناديين سواء في مستوى تكوين الشبان ولا على مستوى فريق الأكابر. بالطبيعة ثم فكرة نتاع مقابلات ودية، تربصات، حتى في التعاون فيما يخص اللاعبين. سبيتال كانت زيارة ممتازة جدا، وكانت لوبجيكتيف منها اسونسيلمون هو زاد ان بروجي دان بروتوكول باش يكون النادي الافريقي في شراكه مع اسبيتال ان شاء الله. تخص الاحاطه باللاعبين المصابين، بالطبيعه نحكيو على الاصابات طويله كبيره، معناها فتره اعاده التاهيل البدني تنجم تكون هوني، خاطر الامكانيات اللي في المركز هذايا معناها مواصفات عالميه. تلمو شفت شيء الحقيقة معناها حكاو لي برشا وجاي بوكو ديكو، أما اللي شفته بعيني شيء أغرب من الخيال. معناها نحب نوجه لهم تحية الناس الكل، ونحبهم كلهم يكونوا الناس الكل سوليدار، الناس الكل يكونوا يد واحدة.